كيف تقلع عن التدخين بواسطة البرتقال؟ بهالشريط بدي أعلم كل المدخنين طريقة سهلة جدا وغير مكلفة للإقلاع عن التدخين. كل شي بيلزمناه هو برتقالة في النهار. حسب دراسة معمقة أجرتها إحدى الجامعات البريطانية، لوحظ إنه أجسام المدخنين تخسر كتير من غذاء سي اللي بيحاول الجسم يستعيد عنه بعناصر غير طبيعية متوفرة في مادة النيكوتين. وقد أجريت تجارب على 1000 مدخن اتبعوا طريقة البرتقال وكانت النتائج مذهلة. 85% منهم استطاعوا الإقلاع عن التدخين كليا، وال15% المتبقية خفت عندهم الرغبة في التدخين بنسبة كبيرة. وهالعلاج تعتبر فعاليته أقوى من معظم العلاجات الكيميائية المتوفرة في الأسواق، وهو غير مكلف بل على العكس مفيد جدا للصحة. فتناول البرتقالة في اليوم بيقوي المناعة، بينظف الشرايين، وبيزود الجسم بعشرات الأغذية اللي بيحتاج لها. فكل يوم قشروا برتقالة وحززوها مثل هيك، وحطوها بعبوة بلاستيكية مثل مثلا هالعلبة هون. هيدي علبة بتحمل برتقالة، بتمكنكم من أخذها وين ما بتروحوا على الشغل وين ما بتكونوا. وفي كل مرة تشعروا برغبة بالتدخين تناولوا حز من البرتقال وحطوه بالفم وكلوه بأبطأ طريقة ممكنة. وخلال حوالي أسبوعين حتلاحظوا إنكم فقدتوا كليا الشهية على التدخين المؤذي المكلف المسرطن اللي بيرفع ضغط الدم وبيصلي بالشرايين. بتمنى تجربوا هالطريقة وتوزعوا رابط هالشريط لكافة الأصدقاء وأفراد العائلة المدخنين اللي بتعرفوهم. وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وحتى تشوفوا الجديد مني. وبإمكانكم بأي وقت البحث في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة ومشاهدة أشرطة أخرى إلي. إلى اللقاء. partager, مشاركة. share.